السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم بغيت نشارك معكم الخليع على الطريقه الفاسيه، الطريقه الصحيحه غديرها لكم الوالده ديالي ان شاء الله. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هذه هي الطريقه اللي كيديروها الناس زمان ديال الخليع، وكيجي لذيذ وزوين باش معروفين بالخليع. بسم الله على بركه الله. نبداو بطريقه التحضير. الصراحه الفيديو كان مسجل على صوت الوالده ديالي، الله يعطيها صحيحتها، ومشى ليا الصوت. دابا نقول لكم المقادير. عندي هنايا 4 كيلو ديال ديال اللحم، 4 كيلو ديال اللحم قطع على الطريقه ديال الديد. وعندي 4 ديال الثومه هنايا، كنشدو الثومه كنقشروها وكنقسموها على جوج، كنطحنوا النص وعاوتاني كنطحنوا النص، كنطحنوا بشويه بشويه مع الملحه. ولا كان عندنا لكن المهراز دقوها في المهراز، المهم خصها تكون مطحونه مع الملحه. ملي جاتيني النص هنا ديال الثومه، عندي هنا 4 ديال الثومه، عندي تقريبا هنايا 4 كيلو ديال اللحم. كما قلت لكم كنشدو كنقطعوه على الشكل ديال القضيد، بحال مثلا القضيد اللي كنديرو في العيد كنقطعوه طريفات طوال باش الكشرموله تدخل فيهم لداخل، تدخل في اللحم. كناخدو هنا القزبر، كنطحنو حتى هو كيكون عندهم طحن قبل. الكمون كيكون حتى هو بلدي وطحنينه قبل. وشويه ديال الخل، 4 كاس ديال الخل. كنجمع ديك المقادير كامله كنشرملو بها اللحم. هذه الطريقه الصحيحه البنات اللي معروفين بالخليع. زعما هي الطريقه اللي كنعرفو كنديرو حنا في الخليع، كيجي لذيذ اللي كيدقوا عندنا كيعجبو الخليع. والوالده ديالي تعلمت من عند لاله الله يرحمها حتى هي هاد الطريقه ديال الخليع. من بعد البنات ملي كنشرملو اللحم كنخليوه ليله كامله وهو بايت في القصريه ولا في البانيو حتى لغدا، وكنطلعوه للسطح وكيتشمش مزيان وكيكرم. دابا ما كايناش الشمس موجوده، كنخليته تقريبا 3 ايام تبارك الله دغيا تشمش صافي، وكنغطيوه وكنخليوه ليله كامله. دابا ما كايناش الشمس دغيا يبس لينا. درنا 3 ايام وفي السطح. ها هو من بعد البنات من هبطناه من السطح لقيناه كرم. دابا غنديروه في كوكوط لا غيطيب، لا غنطيبوا فيها الخليع. وغادي نديرو تقريبا لتر ولا 2 لتر ديال الماء فين يطيب لينا اللحم، وغادي نزيدو عليه هنايا 2 لتر ديال الزيت. وعندنا هنايا زيت العود حتى هو ضروري كنديرو زيت العود، نص تقريبا نص لتر ولا لتر ديال زيت العود. وكناخدو الشحمه، كناخدو البنات الشحمه ديال البقري، ماشي ديال الغلمي، ديال البقري اللي كتكون في جهه الكلوه، كيعطيوها لكم كتكون مزيانه. يعني تقريبا عندنا هنايا 2 كيلو ديال الشحمه. كنشدوها كنطحنوها عند الكزار، كنقولوا طحنا لينا كيطحنها لينا. وكنجيو دابا غنشدو عليها على ما يطيب لينا اللحم، ونزيدو ملي غيطيب لينا اللحم غنزيدو الشحمه. كما كتشوفوا البنات ها هو طاب، حلينا عليه هنا طاب تبارك الله دغيا طاب اللحم تفرتت. ودرنا ديك الشحمه اللي بقات لينا ديال 2 كيلو ديال الشحمه درناها حتى هي، وخليناه كيطيب كيطبخ مزيان.
ملي كيطبخ مزيان كنحيدو هاد الرغوه البنات، راه من بعد كنحيدوها غير ما بينتش في الفيديو. وعاد كنصفيو اللحم، كنحيدو اللحم هو الاول، حيت طاب لينا بزاف، طاب لينا مزيان، كنحيدوه من الطنجره. باش تعرفوا البنات النصيحه، باش تعرفوا بان الخلي يعطب ليكم مزيان وتقلى، كناخذوا الاطيب ديال الكباب، الاطيب اي اطيب كنديروه كنحشيوه في هذاك في اليدام، وكنديروه في العافيه. الا شعلت فيه العافيه عارفين بان الخليط ديالك راه طاب وتقلى مزيان، ما بقاش فيه الماء. دابا البنات الطريقه جد سهله. ملي كنحيدو اللحم كنخليو الطنجره كطبخ مزيان حتى كتقلى مزيان، ما كيبقاش فيها حس ديال الماء. وكنديروا هاد الطريقه هذه باش كنعرفوا ان الخليط ديالنا راه وجد. هذه هي الطريقه الصحيحه اللي كنت لاله الله يرحمها كدير. كتشد الطيب وكديرو في العافيه باش تعرف ان ملي كيشعل فيه العافيه عرفي بان راه ما بقاش فيه حس الماء. صافي كناخذوا القراعي كيكونوا عندنا معقمين مغسولين ممسوحين، وكنديروهم كناخذوا اللحم الاول كنديروه فيه. انا اختصرت لكم الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل. صافي ملي كندير قراعي فيهم اللحم، عاد كنكبو داك الليدان اللي كيكون مقلي، وكيبقى الدغميره لتحت هذيك ديال لاكريس، كيبقى لاكريس لتحت. عاد من بعد نديرو عاوتاني في مقله. غتبقاو معايا غتشوفوا الطريقه. راه ما كيبقاش البنات بحال هكا، كيولي بيض بحال هذا الشكل. ملي كيبرد كيجمد كيولي بيض بحال هكا. هذا هو لاكريس البنات. كنخليو ملي كنديروه مسمان كنديروه في مقله وكنخليوه عاوتاني يتحمر مزيان. صافي من لاكريس كنديروه في بوحده، ما كنخلطوش مع الخليط. هذا هو الشكل النهائي ديال الخليط كيجي من بعد ملي كيجمد. واخا البنات كيبقى لكم مده طويله تقريبا عام، كيبقى هو المضاء واللذه هي اللذه الصراحه. كيجي لذيذ. كنتمنى تجربوا هاد الطريقه تاع هاد الخليط اللي تشهيتوه. وشكرا على المتابعه وشهيه طيبه.